ازاي ازود ثقتي بنفسي؟ خليني الاول اوضح لك مفهوم الثقة بالنفس الحقيقي عشان الناس بتخلط ما بينه وما بين حاجات تانية. الثقة بالنفس باختصار هي الشعور بالقدرة مع امتلاكها. يعني يعني واحد حافظ المصحف اقول له خش صلي بالناس يخش يصلي، هنا شخص واثق من نفسه. اقول له خش صلي بالناس وهو حافظ يتدارى ويتكسف وما يرضاش، هنا شخص عنده مشكلة في الثقة بالنفس. ليه؟ لأن هو عنده القدرة بس ما عندوش الشعور بيها. هو عنده القدرة إنه يقدر يخش يصلي بالناس لأنه حافظ، بس حاسس إن هو ما يقدرش. هنا عنده مشكلة في الثقة بالنفس. طب أول خطوة بقى عشان تزودي من ثقتك بنفسك، تعرفي الأول إن الثقة دي حاجة مش ثابتة. أنا ممكن في موقف ثقتي 100% وبعد نص ساعة دخلت موقف تاني بقت ثقتي 15%. انا عشان ابدا ازود ثقتي اعرف الاول فين المواقف اللي ثقتي بنفسي ضعيفه فيها. هل لما باجي ادخل على ناس اول مره؟ هل لما باجي اتكلم قدام الكاميرا؟ هل ما بعرفش اعبر مثلا عن رايي؟ فين النقطه اللي عندك فيها مشكله بالثقه بالنفس؟ خلاص بقى عرفت فين المواقف اللي ثقتي بتبقى قليله فيها، ابدا اشتغل عليها. اول حاجه مثلا هفرض معاكي احطها في مثال انك مثلا مشكلتك في الثقه انك مثلا بيطلب منك تتكلمي في ميتنج في الشغل او تعملي برزنتيشن، بتخافي وما بتقدريش تعملي كده. اول حاجه اتعلمي المهاره دي، اتعلمها واتدرب عليها. اتعلمها بقى اشوف فيديوهات، اشوف نصايح، اروح اسال الناس اللي بتعمل كده، يا جماعه بتعملوا كده ازاي؟ تنصحوني بايه؟ اتعلم على قد ما اقدر، بس ما اقعدش كتير بقى في مرحله التعليم. انا باخد الاساسيات وابدا بقى ان انا اتدرب بقى مع حد، او انا اتدرب بالتجربه مره في مره في مره لحد ما اتحسن. هنا اول حاجه اكتسب القدره او المهاره. الحاجه التانية اشعر بقى بيها. طب ازاي اشعر ان انا عندي القدره دي؟ ان انا لازم اجرب. خليك عارفه ان التجربه في اول مره طبيعي ان هي ما تبقاش احسن حاجه. جرب مره واثنين وثلاثه، وحط في دماغك عشان تحس بالقدره دي ان انا اتدربت واتعلمت كويس، وان اكيد كله بدا لحد كده. بقى لما تلاقي نفسك بدات تعمل الموضوع ده بتلقائيه ونسبه خطا بسيطه، هو خلاص ده المؤشر عندي ان النقطه دي احنا اخدنا كفايتنا منها. بنعملها بتلقائيه، الموضوع سلس، بنجهز له بس ما بنقعدش كتير نجهز له. بعملها بنسبة خطأ قليل لأنه ممكن وارد جدا يحصل خطأ بعد 10 مرة وعندك ثقة وكل حاجة، وارد إنه يحصل غلط. بس اللي هقوله لك بقى عشان الغلطه دي شهيره وبتحصل مع الناس بشغل الثقه بالنفس، اشتغلي على حاجه شبه ما عملنا كده. خلاص انا خلصت النقطه دي والمؤشر قلته لك ان النقطه دي تمام خدت كفايتها، انقل على نقطه تانية. ما احاولش ان انا ازود الثقه عندي في كل الاتجاهات. انا عايز ازود الثقه مثلا في الكلام قدام الناس، وعايز ازود الثقه ان انا لما بدخل مثلا على اصحاب جديده اتكلم معاهم، وعايز ازود الثقه في حته تانية. لا لا لا، اخدها بند بند واطلع السلم كده درجه درجه لحد ما ان شاء الله تثق في